السلام عليكم، ازيكم؟ انا مروه من قناه وصفات ونصايح مروه. معلش اتاخرت عليكم بس كان عندي ظروف. وكل سنه وانتم طيبين. انا جايبه لكم النهارده، انا جبت طبعا حاجات كتير الفتره اللي فاتت دي، بس هعملها لكم كل يوم فيديو كده. اللي انا جبته غسول بيور اكتيف 3 في 1 من جارنيه. الغسول ده حلو جدا. هو غسول ومقشر وقناع. هو 50 ملي بس. حلو يعني، حجمه كويس. هو يعني هو يعني انا جربته بقالي حوالي اسبوعين. هو بيشيل يعني بينقي المسامات وبيتحس لي، يعني هو مكتوب، هو المكتوب عليه اللي هو بينقي المسامات. بينظف بعمق، بيزيل اللمعان بتاع البشرة الدهنية. هو اصلا مخصوص للبشرة الدهنية اللي هي بيبقى عليها يعني معرضة للحبوب. آه، يعني انا تجربتي له عجبني. انا بستخدمه يعني مرتين في الاسبوع، مش كتير، لان هو فيه زي الحبوب كده، زي السكراب. فمش هينفع ان انت تستخدميه كده. هتلاقيه يعني في زي رمل كده. فهو عشان كده يعني هو كده يعتبر مقشر يعني، فما ينفعش انت تستخدمي مقشر كل يوم. هو انت ممكن تستخدميه كغسول منظف، وممكن تستخدميه مرة واحدة بس في الأسبوع كسكراب اللي انتي بتصنفري بيه بشرتك. هو ملاحظاتي له هو كويس، بس يعني بعد ما بتستخدميه هو تحسي ان انتي بشرتك نطفت جدا يعني، منتعشة كده، بس بينشف البشرة جدا. لازم 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 ترطبي بشرتك بعدها بأي كريم مرطب. بس هتحبيه وهتلاقي بشرتك ناعمة خالص بعده. انا كنت جايباه، كان نازل عليه عرض 15 جنيه او 17 جنيه. هو الكبير بتاعه بحاجة وخمسين. 150 ملي بحاجة وخمسين. فده كان نازل، كان عرض بكازيون من اسبوعين كده. وانا ما رضيتش اعمل عنه تجربة غير لما اجربه علشان اقول لكم رأيي فيه. وعجبني يعني. اللي بشرتها دهنية وبتلمع وبتعاني، اللي هي مثلا ممكن يطلع لها حبوب او كده، تجربوا. بس بالكتير قوي مرتين في الاسبوع، يعني مش كتير، علشان الصنفرة اللي فيه دي غلط على البشرة. اشوفكم فيديو جديد. يا رب الفيديو ده يكون عجبكم، واعملوا لي لايك واشتراك في القناة. وانتظروني فيديوهات جاية جديدة بالحاجات اللي انا اشتريتها وجربتها. باي.